إن أول قضية سوف ترفع ضدي وضدك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدعي فيها، والمدعي عليه هو أنا وأنت، سيعاتبنا فيها ويشكونا إلى الله جل وعلا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرا لتدبره، هجرا للعمل به، هجرا للوقوف عند حدوده، هجرا لتحليل حلاله وتحريم حرامه، هجرا لأوامره ونواهيه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يقل الزكاة، ولم يقل الصيام، بل قال القرآن، لأنه هو الدستور وهو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم الذي به نجاتنا وصلاحنا وفلاحنا وفيه دواؤنا. إذا كان كل شيء يتوقف فلا يتوقف خيط مصحفك إلى أن يتوقف نفسك. جعلنا الله وإياكم ممن يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى.